هو أنت مكتئب ولا بس مخنوق؟ مشكلة الاكتئاب إنه ساعات بيتخفى في شكل ملل أو زهق أو كسل أو حتى عدم طاقة للكلام. ناس كتير بتفضل شهور وأحيانا سنين وهي مش واخدة بالها إن جواها دوامة من الاكتئاب، وبتحاول تقنع نفسها إنها مجرد فترة وهتعدي. الفرق بين الاكتئاب وبين أي زعل عادي إن الزعل بيجي وبيروح، لكن الاكتئاب بيقعد، بيتوغل، بيعيش جواك كأنه جزء منك، وبيسرق منك حاجات كتير قوي زي شغفك وطاقتك وإحساسك بالحياة. طب إزاي تعرف إنك مكتئب مش مخنوق؟ لو بقالك أكتر من أسبوعين حاسس إنك مش قادر تستمتع بأي حاجة في حياتك، حتى الحاجات اللي كنت بتحبها زمان، لو مفيش سبب واضح للحالة اللي انت فيها ومع ذلك مش قادر تخرج منها، لو بتصحى الصبح حاسس انك عايز اليوم يخلص بأي طريقة حتى قبل ما يبدأ، لو بتبعد عن الناس مش عشان محتاج مساحة، لأ، لكن عشان مش شايف فايدة في وجودك معاهم، لو بقت عندك أفكار سوداوية حتى لو مش ناوي تنفذها لكنها موجودة في دماغك طول الوقت، لو الحاجات دي مألوفة ليك فدي مش مجرد خنقة، دي علامات اكتئاب. والاكتئاب مش حاجة تتساب لحد ما يروح لوحده، لأن الاكتئاب مش بيمشي لوحده. فلو لقيت نفسك محتاج مساعدة والاكتئاب مسيطر عليك، ما تترددش وحاول تزور طبيب نفسي أو أخصائي نفسي يعرف حالتك ويعالجها. ما تسيبش ليل الاكتئاب يضلم نور ونهار حياتك. المقال بقلم الأستاذة روجينا سمير، وأداء صوتي أحمد شاهين.